السلام عليكم معايات، كي راكم معايا لاباس؟ جبتكم اليوم موضوع مهم بزاف، وهو العقل تاعنا كيشوف المال. علاقتنا مع المال ماشي مجرد شحال نربحو وشحال نصرفو. علاقتنا مع المال تبدا من عقلنا. نفس الانسان يقدر كيشوف الشهريه كامله، يحس يقول راني غني ولا مازال عندي، بصح بعد ايام كي ينقص المبلغ نفس الانسان يولي يحسب حتى المصروف الصغير. علاش؟ اسكو هو المال هو اللي تبدل، ولا طريقة تفكيرنا فهي اللي تبدلت؟ الحقيقة عقلنا ما يتعاملش مع المال بنفس الطريقة في كل الحالات. مرات يحسسنا بالوفرة، مرات يدخلنا في الخوف، ومرات يخلينا نستعملوه باش نغيروا حالتنا النفسية. هنا تبدا الحكاية. كاين سلوكيات مالية نمارسوها كل يوم، وبالك ما حتى ما نعرفوش بلي عنها اسماء. اول سلوك هو الوفرة الوهمية. كي يكون عندنا مبلغ مليح، العقل يعطيك احساس بلي مازال عندي. هذا الاحساس يخلي المصروف يزيد. مصاريف صغيره ما تبانش مهمه، 200 الف عادي. نشري حاجه واحده اخرى عادي، مازال عندي. دائما نقول بلي مازال، دائما العقل يعطينا هذيك مساحه الراحه، ما نحسوش بلي رانا مزيرين. وكل واحد يبان هذاك المصروف يبان له وحده بسيط ما غاديش يحس به، بصح كي نجمعوهم يبان الفرق. المشكله هنا ان العقل ما يشوف دائما باللي الصوره كامله، يشوف عندي برك، ما يسقسيش شحال راح يبقى عندي كي نصرف. الغريب في الوفره الوهميه عفوا، كل ما حسينا انه عندنا مساحه اكبر ممكن نولو اقل انتباه لكل قرار. نروحو للسلوك الثاني اللي هو عكس السلوك الاول تماما، وهو عقليه الندره. عقلية الندرة هي كي يحس العقل بلي الدراهم قليل، يقعد يركز على النقص، يولي يحسب كل شيء. الحاجة اللي كانت عندك عادية قبل تولي تشوف فيها مصاريف اللي نخمم فيها قبل ما نديرها. وهنا العقل ما يكونش مركز فقط على اسكو نحتاج لهذا الشيء، لا، يولي مركز على واش شحال غادي يبقى له. المال هنا ما تبدلش، بصح الاحساس بالامان هو اللي تبدل. وهذا يورينا حاجة مهمة جدا. علاقتنا بالمال ماشي أرقام فقط، المشاعر راح تتدخل فيه. العقل يقدر يتصرف بطريقة مختلفة تماما على حساب الإحساس اللي عندنا تجاه المال. هنا نروحوا للسلوك الثالث، وهو أخطر سلوك، لخاطش ما غاديش يكون على مبني على الوفرة ولا على النقص. غادي يكون مبني على الأحاسيس. هو الإنفاق العاطفي. الانفاق العاطفي من اخطر السلوكيات، لخاطش تعبانه نشري، متقلقه نشري، حاسه بالملل نشري، نشوف حاجه ونقول علاش لا. حتى كي نكونوا فرحانين مرات نبغوا نكافئوا رواحنا بالشراء، وهنا الشراء ما يبقاش مجرد حاجه، يولي وسيله باش نغيروا شعورنا. على هذا ما قبل ما نشرو حاجه اللي كنسقسوا رواحنا، اسكو هذه نحتاجها رغبه ملحه، ولا غير باش نشبعوا هذاك الاحساس اللي غتعطيني هذيك الحاجه، اللي غتعطيني هذيك الحاجه عفوا. لانه مرات اللي نحوسوا عليه ما يكونش المنتج في حد ذاته، يكون ذاك الشعور بالراحه، التغيير، المكافاه، ولا حتى باش نهربوا من شعور واحد اخر موش عاجبنا. السلوك الرابع هو تبرير الاستحقاق. وهنا هذا السلوك غالبا يبدأ بجملة بسيطة، وهي نستاهل، تعبت نستاهل، خدمت بزاف نستاهل، صار لي مدة ما شريت والو نستاهل. طبعا من حق الانسان يكافئ روحه، بصح احيانا كلمة نستاهل تولي طريقة باش نبرو رغبة كانت موجودة اصلا. نحب الحاجة، اي نقول نستاهل، باش نسقسي اسكو نحتاجها، نبدا نحوس على السبب يسمح لنا باش نشروها. نفوتو للسلوك الخامس. السلوك الخامس هو الانفاق المقارن. باش ماشي نروح نشري حاجه باسكو نحتاجها ولا ضروريه في حياتي، لا، نروح نشريها باسكو شفت وحده شرات حاجه جديده، ولا شفت وحده بدلت تليفونها، وحده خرجت، وحده دارت حاجه جديده في دارها. فجاه الشيء اللي ما كانش في بالنا اصلا يولي حاجه نحسوا باللي اللي نكملوها دروك لازم نكملوها. وهنا ما نكونوش نشرو بسبب الحاجه، نكونوا نشرو بسبب المقارنه. المقارنه عندها قدره غريبه تخليك تشوفي حياتك ناقصه فقط لانك شفتي واش عند غيرك.
نفوتوا للسلوك السادس، وهم صغر المصروف. كل شيء بان باللي ما صغير، حاجه صغيره، 20 صغيره، غير حاجه صغيره. العقل يركز على قيمه المصروف الواحد، بصح ينسى التكرار، ينسى بلي نتيا ما شريتيش غير هذه حاجه صغيره ب 20 بلي شريتي حاجه ب 10 وحاجه ب 100 صغيره وحاجه ب 50 صغيره. القصه تختلف، لاخاطش المصاريف الصغيره اصلا ما تخوفناش كي تكون وحدها. اللي يخوفنا عدد المرات اللي تتكرر فيها. السلوك السابع، تضخم مستوى المعيشه. خطرات يتحسن عنا الدخل، تتحسن مع اوتوماتيكمون الرغبات في المصاريف. نزيدو شويه في الدخل برك، نزيدو شويه في المصاريف، ومن بعد نزيدو اكتر، نزيدو احتياجاتنا اكتر، وفي الاخير نقولوا مازال ما يكفينيش. مع الدخل زاد او راه كبر على اللي كان قبل. بصح السؤال هنايا، السؤال ماشي هل لازم نبقى نعيش بنفس المستوى، لا. اسكو هي من حق الانسان يحسن حياته. بصح السؤال، هل انا اخترت هذا المستوى ولا تعودت عليه حتى واللي هو حتى هو يولي يحدد لي واش لازم نشري. هنا نكتشف باللي العقل مع المال عنده سلوكيات كثيرة. أول سلوك نعاودو نعدوهم مع بعض: الوفرة الوهمية، عقلية الندرة، الإنفاق العاطفي، تبرير الاستحقاق، الإنفاق المقارن، وهم صغر المصروف، وتضخم مستوى المعيشة. المهم ماشي نحفظوا الأسماء، المهم نعرفوا رواحنا. كي نكون غادي نشري حاجة ولا نسقسي روحي، اسكو هذا قرار ولا شعور محتاجاته، نقارن روحي. اسكو بصح المبلغ صغير ولا انا نشوف في كل مبلغ وحده مصروف صغير. اسكو زاد دخلي ولا زادت رغباتي معاه. لخاطش الوعي المالي ماشي تلومي روحك على كل دينار تصرفيه. الوعي هو انك تفهمي علاش صرفتيه اصلا. يمكن اول خطوه باش نغيروا علاقتنا بالمال ماشي نزيدوا الدخل ولا نحبسوا المصاريف. يمكن اول خطوه نبداوها نراقبوا سلوك عقلنا مع المال، وضربوا قولوا لي اي سلوك حسيتوا روحكم تعرفوه اكثر وعشتوه جربتوه من هذه السلوكات. شكرا، نتلاقاو في موضوع جديد ان شاء الله.